عارف إن في دراسات نفسية بتقول إن الصمت بيكون أخطر على العلاقات من الخناق. تخيل إنك ممكن تكون مع شخص بقالك شهور أو حتى سنين بتشاركوا السرير والبيت، بس عمركم ما قعدتوا قعدة حقيقية تتكلموا فيها عن جودة العلاقة دي. مش عشان مفيش حب، لأ، عشان في خوف إنك تبان ضعيف، خوف تجرح الطرف التاني، أو ببساطة مش عارف تبدأ منين وتخاف تفتح باب ما يعرفش يتقفل. النهاردة مش هقولك كلام إنش، النهاردة هقولك على كتالوج عملي إزاي تفتح أخطر الملفات في علاقتك من غير توتر، من غير خناق، وبذكاء عاطفي يخليكم تقربوا أكتر ما تبعدوا. نيجي للأساس المشكلة، ليه لازم نتكلم؟ سألت نفسك قبل كده هو أنا ينفع أطلب حاجة ناقصاني في العلاقة، سواء عاطفية أو حتى خاصة، من غير ما الطرف التاني يحس إني بلومه؟ الإجابة هي لازم تعمل كده، مش بس ينفع. طب ليه؟ لأن العلاقات زي كائن حي، بتتغير وتكبر، ولو سكتنا التراكمات بتبني جدار عازل. الصمت مش بيحمي البيت، الصمت بيموت الشغف البطيء. الكلام هو الGPS اللي بيعرفنا احنا فين ورايحين على فين. الخطوة الأولى، التوقيت هو الملك. القاعدة الأولى في علم النفس بتقول ما تعملش كمين. أكبر غلطة بنعملها إننا بنفتح مواضيع حساسة وقت الخناق، ده انتحار للعلاقة. طب إمتى تتكلم؟ اختار وقت ما يكونش في حد فيكم جعان أو غضبان أو حاسس بوحدة أو حتى تعبان. استنى لحظة صفاء، وقت ما فيهوش موبايلات، ما فيهوش دوشة، والأهم مفيش دفاعات نفسية. ممكن تبدأ بجملة سحرية وتمهيدية زي بفكر فينا كتير اليومين دول، وحاسس إننا محتاجين قعدة روقان نتكلم فيها عن علاقتنا عشان نكون أحسن. تحب نتكلم دلوقتي ولا نختار وقت تاني؟ كده انت اديتها الأمان وحرية الاختيار. تاني خطوة، ازاي تتكلم من غير ما تخوفها. طيب، دخلنا في الكلام، اقول ايه بقى؟ هنا هنستخدم تكنيك اسمه لغة الأنا. بدل ما تقول انت ما بقيتيش تهتم بيا، انت مقصرة في كذا، دي لغة اتهام بتخلي اللي قدامك يهاجم. بالأحسن إنك تقول لها كده: أنا حاسس إننا بقينا بعاد في التواصل، وده مأثر على نفسيتي، أو أنا بحس براحة كبيرة لما بنكون قريبين، وعشان كده نفسي نرجع نعمل كذا أو كذا. لاحظت الفرق؟ الجملة الأولى فيها هجوم، الجملة التانية دعوة للقرب. حاول تسأل أسئلة مفتوحة زي إيه أكتر حاجة مريحاكي في علاقتنا الفترة دي، أو في حاجة نفسك نغيرها سوا. وخلي دايما لسانك بيقول إحنا، مش أنت أو أنا. إحنا فريق واحد ضد المشكلة، مش ضد بعض. طب ماذا لو الحوار سخن؟ لو الحوار قلب جد وبدأت النبرة تعلى، هنا لازم تستخدم زرار التوقف المؤقت. يعني تقول أنا مش عايز الحوار يقلب خناقة، أنا مهتم بيكي وبزعلنا، خلينا نوقف ونكمل لما ليه. واسمع، اسمع بجد. في العلاقات الاستماع أهم بكتير من الرد السريع. أحيانا الطرف التاني محتاج بس يفرغ اللي جواه من غير ما تديله حلول. في الآخر، كلمة السر في كل ده هي النية. لو داخل الحوار بنية محاسب ماسك فواتير وعايز يطلع اللي قدامه غلطان، هتخسر. لكن لو داخل بنية محب وعايز يفهم ويحافظ على البيت، هتكسب قلبها وتكسب راحته. الخلاصة، السكوت في العلاقات مش أمان، ده قنبلة موقوتة. والكلام واحتياجاتك مش قلة أدب ولا ضعف، ده نضج. خد الخطوة النهاردة، ابعت الفيديو ده شريك حياتك، أو روح قول له وحشني وعايز أتكلم معاك، لأنك تستاهل تكون في علاقة صحية وتستاهل حد يسمعك.